قبل 90 سنة وبالتحديد بعام 1935 انطلقت أول شرارة لمهرجان حماة للتصوف. المهرجان بعدها صار تقليد سنوي بيجمع بين التاريخ والحياة والناس الطيبين. ولأول مرة بعد تحرير سوريا بيرجع مهرجان ربيع حماة بحلة جديدة وروح أقوى. نحن بحماة بحياتنا ما شفنا هيك مهرجان. الحمد لله رب العالمين، الله فرج علينا وشفنا الأجواء الحلوة. خلي العالم تفرح بعد هالأسى اللي مروا عليه. هون أخوك أبو يحيى الحارس انسجن 22 سنة والله فرج عنا وعن جميع المسلمين. هذا الشيء يعتبر جديد علي، فكتير متحمسين، واللي صار كان كتير خارق، ويعني بالايام الجاي انا هسه متحمسه اجي لحتى نشوف هسه العروض وهسه الشغلات، وان شاء الله يا رب كل الخير لسوريا. مهرجان الربيع صار باللاذقية قبل هيدي المرة، هي أول مرة بجي على حما، كان هون بشكل أوسع. أكثر شيء حبيته العرض اللي صار هون، كان مميز كثير رائع، تنظيم حلو. أنا صراحة كنت أتوقع هذا الشيء، لكن لما جيت شفت كثير شغلات حلوة وتعرفت على ثقافات عديدة. نتمنى أنه قبل نهاية العام 2025 يكون راجعين أهالي الشمال المخيمات على ريف حما وريف حمص وعلى كل الأماكن المهجرة. رسالة الكبرى للمهجرين إنه شكراً لكم على الصمود يلي خلانا نحن اليوم نكون موجودين بمحافظة حما.